في يوم من الأيام النمر الوردي كان بيستحمى في بيته بكل راحة. في اللحظة دي عالم دخل التلسكوب بتاعه ناحية أوضة النمر علشان يشوف القمر. أول ما النمر شافه اتكسف وقفل الشباك، والعالم افتكر إن لون القمر اتغير. المرة اللي بعدها العالم رجع ووجه التلسكوب تاني على أوضة النمر الوردي، بس بعد ما شاف صور بنات في الجورنال افتكر إن في بنات فضائيين على القمر. النمر الوردي اتضايق فبنى حيطة طوب قدام أوضته علشان كل مرة العالم يجيب التلسكوب ما يعرفش يشوف حاجة. العالم حاول يهد الحيطة فحط قنبلة جنبها وفلسها، وبعدها بالليل والنمر نايم في أمان العالم ولع نور التلسكوب ووجهه على الأوضة. النمر افتكر إن النور بتاعه فقام وطفيه، بس لما لاحظ إن النور جاي من التلسكوب راح ودهنه بالأسود. بعد كده لما العالم حاول يبص على القمر تاني النمر الوردي بدأ يحرك عروسة ترقص قدام التلسكوب. العالم افتكر إن العروسة دي مخلوق فضائي بيرقص واتصل برئيسه علشان يحكي له عن الفضائيين اللي بيرقصوا. الرئيس سمع الكلام وقال عليه مجنون وبعته على مستشفى المجانين.